ولا وجهت تهمة لرسول الله إلا وتولى المولى سبحانه وتعالى الدفاع عنه. ازاي الكلام ده؟ يقولوا ان محمد نسله مقطوع، ده ملوش ولاد، ده مش عشره الا البنات. تلاقي ربنا يقول ايه؟ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. يعني عدوك يا محمد هو المقطوع مش انت. يقولوا ده محمد بياكل الطعام وبيمشي في الاسواق زينا زيه. تلاقي ربنا يرد ويدافع عن سيدنا النبي: وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يقولوا محمد دي ساحر، ده محمد دي مجنون. تلاقي ربنا يرد ويقول: وما صاحبكم بمجنون. وتلاحظ حاجه في القران الكريم بعد ما نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان ربنا بيرد وبيدافع عن سيدنا النبي، بيقول: وما صاحبكم. اشمعنى وما صاحبكم؟ ما كان يقول: وما رسول الله بمجنون؟ مش كده ولا ايه؟ وما نبي الله بمجنون. اشمعنى وما صاحبكم؟ اشمعنى كلمه صاحبكم دي؟ وكأن ربنا بيقول لهم: هو مش محمد ليه اتولد في وسطكم واتولد في مكة وكان باكل في وسطكم وبيشرب معاكم وبيمشي معاكم وكنتم صاحبينه؟ عمركم شفتوه مجنون؟ عمركم شفتوه ساحر؟ يعني ربنا بيرجعهم للماضي. اللي انتوا بتقولوا عليه مجنون ده هو مش من وسطكم، مش من عيلتكم ومن اهلكم. عمركم شفتوه مجنون؟ عمركم شفتوه ساحر؟ اهدي وما صاحبكم بمجنون. سبحان الله. تلاحظ في القرآن الكريم ان في 3 انبياء كلموا ربنا: سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم ربنا اتكلم في القرآن الكريم: ولما جاء سيدنا ابراهيم وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. راح سيدنا ابراهيم عشان يكلم ربنا. وسيدنا موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس شوف، سيدنا ابراهيم هو اللي راح يكلم ربنا، وسيدنا موسى هو اللي راح يكلم ربنا عن الجبل الطور في سيناء، وسيدنا النبي ربنا يبعث له الوسيله اللي تاخده من البيت اللي هو فيه علشان يروح المسجد الاقصى يصلي بالانبياء ويطلع يكلم ربنا في السماوات العلى فوق عند العرش. وينزل سيدنا النبي تاني يوم يقعد مع الفقراء ويقعد مع المساكين عادي خالص، مفيش اي مشكله. سبحان الله. خلي واحد كده ربنا يفتح عليه ويمسك حاجه حلوه كده، واخد بالك، وما يكونش ابن اصل ولا حاجه. مش صراحه ايوه، بس في ناس كده يعني ناس ولاد اصل بيمسك منصب ويقعد مع الناس هو زي ما هو بنلاقيها موجوده، والله دي موجوده. ودي اللي سيدنا النبي قال عليها: الخير في وفي امتي الى يوم الدين. شوف سيدنا النبي يقعد مع الفقراء ويقعد مع المساكين، وربنا يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عاتبه امتى؟ لما راح له سيدنا عبد الله بن ام مكتوم علشان عايز يتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي قاعد مع مين؟ مع الناس اللي هم كبار قريش. وكان سيدنا النبي عنده يعني امل الناس دي تدخل في الاسلام. سيدنا عبد الله راح لسيدنا النبي كده يكلمه، فسيدنا النبي: بس اصبر شويه، بس خد بالك انا قاعد كده مع فلان وفلان، استنى شويه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعاتب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بس عتاب حبيب مع حبيبه: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ما قالش عبست وتوليت ان جاءك الاعمى، لا، عبس. كانه بيتكلم عن واحد ماضي، يعني مش انت يا محمد، كانه مش بنتكلم عليه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وما يدريك انت يا محمد بقى، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. شفت ربنا بيحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ازاي؟ تلاحظ في القرآن الكريم إن ربنا بيسلم على الأنبياء والمرسلين. حاضر.
ان ربنا بيسلم على الانبياء والمرسلين في القرآن. يعني تلاقي ربنا يقول ايه؟ سلام على ابراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مش كده في القرآن؟ لكن لما ربنا يسلم على سيدنا النبي لازم السلام يكون غير كده خالص. ما ينفعش ربنا يقول سلام على محمد، لا، ربنا يقول ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.